أهلا بكل المكشخين على قناتكم ترجي بلوس. تخيلوا معايا مباراة تحدد مصير موسم كامل. تعادل ممكن يرشح الترجي، تعادل آخر يرشح بيترو، غلطة واحدة تنجم تقصي فريق كامل من دوري الأبطال. اليوم باش نحكي لكم على التشكيلة المنتظرة للترجي، شنو تغير بعد رحيل المدرب السابق، نقاط ضعف بيترو اتلتيكو اللي يلزم تستغلهم الترجي الرياضي التونسي، مفاجأة كبيرة بخصوص يوسف البلايلي، القرار النهائي في ملف اوكبيلو. خليكم للاخر لانه اخر معلومة باش تفاجئكم. المواجهة الحاسمة، الترجي امام بيترو اتلتيكو الانغولي في صراع من يمر الى الدور القادم. مباراة بين الترجي الرياضي التونسي وبيترو أتلتيكو الأنغولي، وكثير يتوقع فوز الترجي، وأقل يتوقعون فوز بيترو أتلتيكو. في الكرة الإفريقية ما ثماش ضمانات، هذاك علاش الترجي الرياضي التونسي لازم يحسم اللقاء من الدقائق الأولى ويطمئن على النتيجة ويقطع بطاقة التأهل إلى الدورة الربع النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا. بعد رحيل المدرب السابق، الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي المؤقت، والسؤال الحقيقي هل التغيير هذا باش يعطي دفع معنوي ولا الفريق يلزمه أكثر من مجرد تغيير على الدكة؟ أهم حاجة في الماتش هذا هو التركيز، عدم قبول أهداف سهلة، استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف. الترجي لازم يهاجم لكن من غير ما يتهور ويحافظ على توازنه. لازم الترجي يعرف كيفاش يقتل الماتش، ولازم يعرف كيفاش يحسن دفاعه لعدم قبول هدف يكون سبب في خروجه من كأس رابطة أبطال إفريقيا. نحكي على التشكيلة المنتظرة للترجي الرياضي التونسي. في حراسة المرمى بن سعيد، في الدفاع على اليمين دراجرا، على اليسار بن حميدة، وفي المحور أجلاسي وتوغاي اللي عاد بعد مدة طويلة من الغياب، إن شاء الله يقدم غدا الإضافة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. في الوسط أوكبيلو كالعادة ثابت في مكانه، والصراع بين الجبالي الحاج علي واتقى. في الهجوم بوعاليا ديارا، والأقرب كرأس حربة دانو. السؤال هوني، هل يبدأ المدرب بدانو بسبب حركته وقدرته على ضرب الدفاع، ولا يعتمد على خيار أكثر بدني؟ تحليل ريترو أتلتيكو، وين قوته وين ضعفه؟ خلينا نحكي بالأرقام. متوسط الاستحواذ حوالي 59%، يعتمدوا لاعبيه على التمريرات القصيرة، يحبوا يبنيوا اللعب من الخلف، ضعاف الصراعات الثنائية، يعنيوا في الكرات الثابتة. وأهم نقطة لازم يستغلها الترجي الرياضي التونسي، بيترو يبالغ في البناء من الخلف، إذا تضغط عليه حاليا ينجم يغلط. الماتش هذا ينجم يتحسن بضغط ذكي في أول 20 دقيقة. النقطة الحاسمة والنقطة الفاصلة هي اللاعب رقم 12، جمهور الترجي الرياضي التونسي. هذا الجمهور الذي يعتبر أكبر مساند للترجي في ملعب رادس، ستكون له كلمة الحسم مهما كان الغضب على النتائج. فإنه جمهور الترجي عمره ما يخون فريقه ولا يتركه، خاصة في المباريات الحاسمة. في مباراة كيمن هذه الجمهور لازم يكون حاضر بأعداد كبيرة ويضغط على المنافس، ويكون التشجيع من الدقيقة الأولى للآخر، وتكون الطاقة موجودة والرعب بالرعب الإفريقي المعروف. يعني جمهور الترجي الذي التونسي يخيف كل منافس يلعب أمامه، سواء في رادس أو حتى خارج رادس. هذا الكل يجم يغلب المعطيات. البلايلي قريب يعني من التجديد رغم الإصابة، رغم الغياب، فإن الإدارة ناوية تجدد عقد يوسف البلايلي لموسم إضافي حتى سنة 2026. السؤال، هل البلايلي مازال قادر يعطي نفس الإضافة، ولا لازم الفريق يبدأ يفكر في مرحلة ما بعد البلايلي؟ الحقيقة في إفريقيا البلايلي لاعب فارغ، وجوده وحده يرعب أي منافس. وشفنا الإضافة اللي قدمها البلايلي للترجي الرياضي التونسي، وشفنا كيفاش أثر غيابه على أداء الترجي. ملف أوكبيلو والقرار النهائي،
القرار النهائي أنه أقبلوا باش يخرج يعني في آخر الموسم من الاتحاد الليبي، لكن أقبلوا باش يبقى في الترجي حتى نهاية عقده، وباش يكون يعني موجود وباش يلعب، ما ثماش إجراءات تأديبية. الإدارة مقتنعة إنه الموضوع تسكر، وأقبلوا خارج الترجي الرياضي التونسي نهاية الموسم. السؤال الكبير، هل باش يبقى على نفس التركيز وباش يقدم الإضافة كالعادة وباش يكون حاضر 100%؟ هذا اللي باش نعرفوه في المباريات القادمة. خلاصة المواجهة بين الترجي الرياضي التونسي لازم نحسموها ونحكيو بطريقة واضحة. إذا الترجي ضغط عالي، استغل الكرة الثابتة، لعب بذكاء في التحولات، فرص التأهل كبيرة جدا. لكن إذا قبل أهداف سهلة، دخل في ارتباك وفقد التركيز، فإنه أي حاجة تنجم تقع، ولا قدر الله يجي يقع الترجي الذي التونسي يروح خارج المسابقة. قولوا لي في التعليقات شنو توقعكم فوز الترجي ولمفاجأة أنجولية، وما تنساوش اللايك، اشتراك، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على الترجي أول بأول. المباراة هذه ما تتعودش، والموسم هذا ممكن يتحسن فيها. نشوفوكم في فيديو قادم، وإلى اللقاء.